عشان حد يحبك بدون أي سبب للحب، أو بمعنى أصح عشان حد يحب شخص ما يتحبش، دي حالة محتاجة حل من اتنين عشان تتحقق: يا معجزة يا حد عنده خلل في منظومة المشاعر والإدراك. لكن في الظروف الطبيعية ده مش هيحصل. السلام عليكم. واحد صاحبي كان عنده انترفيو كده في شركة، وكنت قايل له يكلمني بعد ما يخرج عشان يطمني عمل ايه، اصل انا عارفه ما بيسترش. المهم سألوه: بتعرف تتكلم انجليزي كويس؟ قال لهم: واتكلم انجليزي ليه؟ هي الشركة ليها فروع في نيويورك، ده انتوا في طلعت حرب. قالوا له: طب بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ قال لهم: بس بشتم. قالوا له: طب ممكن تشتغل اوفر تايم؟ قال لهم: بس بحاسبن. قالوا له: طب بتغيب كتير؟ قال لهم: على حسب، انا لسه بقى ما اعرفش خالي هيموت كم مرة في الشهر. قالوا له: طب عندك خبرات سابقة في الشغل؟ قال لهم: ولما انا هاجي لكم بخبراتي انتوا هتضيفوا لي ايه بقى؟ بس. وخلص الانترفيو. وانا بقى مش هقول لك ايه النتيجة، انا هسيبك انت تتخيل. انت هتتخيل سيناريوهات كتير قوي. قالوا له: تمام، سيب رقم تليفونك وهنبقى نكلمك، وطبعا محدش كلمه ولا هيكلمه. قالوا له: انت مرفوض، وادوها له في وشه صايمه. جابوا له الامن يرميه في الشارع. اي سيناريو ممكن تتخيله هيكون واقعي، الا سيناريو واحد: انهم يقبلوه في الوظيفه، عشان صريح واللي في قلبه على لسانه. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيعد افضاله على سيدنا موسى قال له حاجه عظيمه قوي. قال له ايه؟ وألقيت عليك محبة مني. عارف ليه قال له كده؟ عشان كل الظروف الطبيعية كانت بتقول إن المنطقي فرعون يكره سيدنا موسى من أول لحظة ويقتله كمان. أصله يا جماعة واحد معاه نبوءة إن في طفل هيتولد وهيقضي على حكمه، وبدأ بالفعل يقتل كل الأطفال الذكور. وفجأة لقى البحر جايب له صندوق، بيفتح الصندوق ده لقى جواه طفل ولد، فحبه على طول. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عدها على سيدنا موسى كمعجزة، إن المحبة كانت من غير أي سبب، دي من عند الله. والمعجزة دي زي ما حضرتك عارف وأنا عارف حاجة ما بتتكررش كتير، فما ينفعش تراهن عليها. كل علاقة بتدخلها في حياتك تقدر تعتبرها وظيفة بتقدم عليها. لازم تثبت كفاءتك وتقدم أحسن ما عندك عشان تتقبل. محدش مضطر يستحملك بكل عيوبك اللي انت أصلا مش ناوي تصلحها. وحط الجملة دي بين قوسين عشان دي منطقة تلاعب. هيطلع 1000 واحد يقولك اللي بيحبك هيحبك بعيوبك ومزاياك. ده صح إذا كانت العيوب دي قهرية وما تقدرش تغيرها، أو عيوب بسيطة تعدي مش مؤذية يعني. وإذا كنت انت أصلا حاولت كتير تصلح